بيقولك الحياة بتفرق الناس بس الموت بيجمعهم. يعني الإنسان طول ما هو عايش بنهمله، وأول ما يموت بنتجمع كلنا في عزاء. ليه بنستنى لما الشخص يموت عشان نفتكر إنه كان حي؟ ليه الجنازات دايما زحمة لكن الزيارات دايما هادية؟ ليه مفيش صلة رحم؟ ليه بيوتنا بقت دايما فاضية؟ ليه تقدر تركب مواصلات وتسافر من بلد لبلد عشان تعزي بس مش قادر تعدي الشارع وتزور حد من قرايبك؟ في حاجة مش مفهومة، في تناقض إنساني فظيع، وفي ضحايا ماتوا هم لسه بيتنفسوا. والحكاية اللي هحكيها لكم دلوقتي فيها واحد منهم. كان في راجل كبير في السن عايش لوحده، كان كل يوم يقعد قدام بيته مستني حد يزوره، ويعدي يوم ورا التاني ومفيش حد بيفتكره. كنت بقعد معاه كل فترة، وكل مرة كان بيحكي لي عن ذكريات الماضي، وده الوقت الوحيد اللي كنت بشوفه مبسوط فيه. كأنه كان عايش زمان بس، لكن الحاضر مفيهوش غير وحدة وإهمال وحنين لأصحاب ولمة وعيال. كان لما يكلم ولاده اللي مسافرين يقول لهم وحشتوني ونفسي أشوفكم، وهم يقولوا له معلش والله يا حاج ظروف الشغل. يقول لهم نفسي أشوفكم انتوا وعيالكم متجمعين حواليا، يقولوا له معلش ما نقدرش نتجمع كلنا وننزل أجازة لأن ظروف شغلنا مختلفة. وفضل على الحال ده لحد ما مات. وساعتها القرايب والجيران اتجمعوا في بيته وبقوا يعيطوا عليه، مع انه لما كان عايش ما كانش حد بيسأل فيه. وبعد ساعات اولاده كلهم اتجمعوا، مع انه لما كان بيطلب ده منهم وهو حي كان الموضوع صعب بالنسبة لهم، وبقى سهل لما مات واتجمعوا كلهم حواليه، اللي بيعيط واللي بيبوس ايده واللي بيبوس رجله. بس كل ده بعد ايه؟ كل ده بعد فوات الاوان. مبقاش حاسس، روحه خرجت من جسمه من زمان. عجيب اوي امر الانسان، يحبك لما تبقى ذكرى، وتوحشه وانت في غربتك، ويحضنك لما جسمك يبرد، ويشتاق لك وانت في تربتك، لكن طول ما انت حي هو مش فاضي يعمل كل ده. كأن الحياة خلتنا نكافئ الغياب اكتر من الحضور، وساعتها بنكون زي اللي بيلزق في ازاز مكسور، لا هيرجع زي الاول ولا استخدامه بقى مسموح. وكأن الجثة بقت اهم من الروح، وبقى عادي طول ما الانسان عايش نتسبب له في اي جروح، وما بنحسش بقيمة الشخص غير لما يموت ويختفي من حياتنا بكل وضوح. بص حواليك هتلاقي المريض اللي محدش بيسأل عنه، هتلاقي الأب الكبير اللي بيسمع صوت نفسه بس، هتلاقي الأم اللي تعبت وربت وفي الآخر ابنها بقى مهتم بمراته وعياله بس، وبنتها بتجيلها كل سنة مرة. هتلاقي الأخ اللي ما بيسألش على أخوه عشان خايف لأخوه يطلب منه فلوس. هتلاقي الأخت اللي ما بتشوفش أختها غير في المناسبات بعد ما كانوا عايشين يومهم مع بعض. بص حواليك هتلاقي ان الخال مش والد، والعم مش مكان الاب، والصاحب مش سند. هتلاقي ان كل واحد بقى عايش لوحده وبيفكر في نفسه بس، وما بقيناش بنفتكر الناس ولا بنحس بوجودهم غير لما يروحوا مننا. في دراسة نشرت في جامعة هارفارد قالت ان 85% من الناس بيحسوا بالندم بعد وفاة شخص من قرايبهم او معارفهم، مش بسبب اللي حصل ولكن بسبب اللي ما حصلش، بسبب كلام كتير ما اتقالش، بسبب افعال كان مفروض تبقى بدل الاهمال، بسبب كل اللي كان مفروض يتعمل وما اتعملش. ومن مئات السنين لحد النهارده الانسان هو يسيبك وانت قاعد جنبه ويفتكرك لما تمشي. الموت بيفكرنا ببعض، بس مشكلته انه بيفكرنا متاخر. ما تخليش اول مره تزور حد تكون في عزاه، ما تخليش حقه في انك تكون جنبه يتحول لشيء بيتمناه، ما تخليش حبك ليه يظهر لما يموت. الأول إنك تحبه هو على قيد الحياة. وأنا بقرأ كتاب البشر بين الحضور والغياب لفت نظري جملة بتقول: نحن لا نموت حين تموت أجسادنا، بل حين ينسانا أحباؤنا ونحن أحياء. الجملة دي بتعبر عن الأشخاص اللي محدش بيسأل عليهم وبيكملوا اللي باقي من عمرهم في الوحدة ولا كأنهم قابلوا ناس في حياتهم. والوحدة بتاكل القلب بالبطيء، بتحولك من كائن بيضحك لشخص بيمثل انه عايش. وكل ده ممكن كلمة واحدة توقفه، كلمة زي وحشتني، عامل ايه؟ انت كويس؟ كلمة زي وحشتيني، انا جنبك، طمنين عليك. كلام ببلاش بس تمنه حياة. وافتكر دايما لو كنت بتحب حد ما تستناش يموت عشان تحس بيه، حس بيه عشان يعيش. وسامح، ما تستناش فرصة تتصالح لأن ممكن فرصة ما تجيش. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو ده على قد ما تقدروا، يمكن نقدر مع بعض نفكر الناس بحبايبهم
وننقذ الأشخاص اللي الوحدة بتموتهم بالبطيء. سلام.